يا اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا. معاكم نادين علي وديليبريتد مايندز بودكاست العقول المتحرره. والنهارده معانا ضيف مميز جدا هو الاستاذ احمد عادل، والنهارده هيكلمنا عن حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالسوق العمل المصري، ولو احنا لسه متخرجين او شباب مش عارفين نعمل ايه في حياتنا هيحطنا على اول الطريق. احمد عادل هو الفاوندر اوف هاير كيو وكمان كارير لايف كوتش، وحابه يكلمنا اكتر عن نفسه. اتفضل يا استاذ احمد. شكرا على التقديمة البسيطة الجميلة الحلوة دي. شكرا. أنا اسمي أحمد عادل، بشتغل بقالي 14 سنة في مجال الكارير. ما شاء الله. اشتغلت مع مئات الشركات في مصر regarding their recruitment and training needs. حلو قوي. بشتغل معاهم عشان أعرف إيه من جوه المطبخ، إيه اللي هم محتاجينه، إيه اللي هم بيدوروا عليه في الموظفين بتوعهم أو حتى في الموظفين اللي هم بيعملوا لهم هايرنج. اوكي. وبعد كده أقدر أقدم لهم solutions من خلال الشركات اللي أنا كنت بشتغل معاها عشان تساعدهم يحققوا الأهداف دي. فتقدري تقولي كده دخلت جوه المطبخ شوية وتعلمت حاجات كتير عن الكارير. بعد كده قررت ان انا اروح ناحيه الجوب سيكر واقول له ايه اللي هو محتاجه، ايه اللي هو محتاج يشتغل عليه علشان يعرف يكسب في السباق الوظيفي. ومن هنا بقى خدت طريق الكارير كوتشنج، خدت طريق ان انا ابقى ترينر. الحمد لله اسست الشركه بتاعتي. الحمد لله. يعني الحمد لله. طب عظيم جدا. طيب احنا دلوقتي لو حد لسه خريج او لسه عايز يخش سوق العمل المصري بس مش عارف يبدأ منين، ايه اهم المواصفات بتاعت سوق العمل المصري من خبراتك اللي هو محتاج يعرفها عشان يجهز نفسه على الاساس ده؟ بصي الجوب ماركت في مصر كومبيتيتيف جدا. عددنا كبير جدا، في ناس شاطره كتير جدا، ولكن الناس الشاطره دول ما عندهمش الكومبتنسيز اللي الشركات بتدور عليهم. عشان كده يبدو ان مفيش وظائف. تقعد اقول لك ما فيش شغل، ما خليك ماسك في اللي انت فيه. ناس كتير بتقول مفيش شغل، بس when it comes to the reality افتحي مثلا اي ويب سايت توظيف، خشي على لينكد ان هتلاقي كل يوم بينزل 300 400 وظيفه. خشي على اي معرض توظيف هتلاقي فيه 50 60 شركه بيوظفوا. اكشلي حتى لو دخلتي على اي حد نتوركينج مع اي حد اتش ار هتلاقيه دايما بيقول انا عايز ناس، انا عايز ناس. طب يا جماعه، طب ما في ناس بتدور على شغل، بس مش دول اللي احنا بندور عليهم. لان هم ممكن يكونوا شاطرين في بعض المهارات، شاطرين في بعض عندهم شويه خبرات، بس مش ده اللي بندور عليه. احنا بندور على حد عنده different set of skills updated اكتر، skills ممكن تكون حتى soft skills، حد عنده communication، حد عنده commitment، حد عنده الحاجات دي. بلس الامبلويابيليتي بقى. ناس كتير جدا انا مهندس شاطر، انا دكتور شاطر، انا محاسب شاطر. طب بتعمل سي في؟ مش في حتتي. بتعمل لينكد ان؟ مش حتتي. طب عندك انترفيو؟ مش حتتي. فبروح بدماغ الدكتور او المهندس او المحاسب واخش الانترفيو وشايف ان انا كده متقدم على بقيه الناس. فبيجي حد تاني يمكن اضعف مني شويه في التكنيكال سكيلز، في مهارات المحاسب والمهندس والدكتور، ولكن اشطر مني في البريزنتنج هيم سيلف، سواء من خلال سي في او طريقه كلام عرض او حتى اجابات الانترفيو. فاللي بيحصل في الاخر ان ده اللي بيكسب الوظيفه، مش الاولاني، مش الراجل اللي عنده التكنيكال سكيلز، الراجل اللي عارف يبين التكنيكال سكيلز. فهي قلت البيت اوف بالانس بين التكنيكال كابابيلتيز او قدراتك الشخصيه وبين طريقتك على اظهار القدرات دي للاشخاص للاخرين يعني. فاتس تبقى بتاع شغل بس في نفس الوقت تبقى قلت البيت بتاع شو. It's a mix of both. تعرف تبالانس ما بين اللي presenting yourself او ان انت تعرف تعرض شطارتك وشغلك والكومبتنس بتاعتك، وان انت at the same time لا انا بعرف اعمل 1 2 3 بالظبط. وده بس كمان اضافه على اللي انا قلته، مش بس اللي بيدور على شغل، ده اللي بيدور على شغل واللي عايز يغير الشغل بتاعه واللي جوه شغله وعايز يترقى. تخيلي لو انت اشطر موظف بس محدش عارف انك اشطر موظف، حزينه قوي. مش هتترقي. لكن لو انت موظف متوسط بس عارفه تبيني مهاراتك وانجازاتك، القصه تختلف تماما. طب ازاي حد يعرف يشوف او يبين الانجازات بتاعته بحيث يجت هايرد او يتعين بشكل مثلا اسرع عن حد تاني؟ بصي، على اختلاف مستوى الشخص. لو هو لسه حد جونيور فهي بيزك امبلويابيليتي سكيلز. بكل بساطه محتاج يظبط السي في بتاعه، بكل بساطه محتاج يظبط لينكد ان بروفايل او بروفايل على مواقع التوظيف المختلفه. بكل بساطه محتاج حته انه يعرف يعرف نفسه، يعرف يقدم نفسه. ايماجين ذس يا نادين، حد دخل جوب فير، هو كارير كوتش. ازيك، عامله ايه؟ انا كارير كوتش. This is an introduction. وفي حد تاني دخل الامبلويمنت فير، هو كارير كوتش وعايز يقدم عندك على وظيفه. قال لك نادين، انا بصيت على الايفنت لقيت ان شركتكم مشاركه، عندكم مجموعه من الوظائف، انا حاسس ان في وظيفه منهم مناسبه ليا. انا اسمي كذا، انا كارير كوتش، عندي خبره قد كده سنين، عملت قد كده جلسات كوتشنج، والنهارده انا شايف ان انا عندي 4 حاجات في الاعلان الوظيفي بتاعك ماتشنج اللي انت طالباه، اللي هم 1 2 3 4، وجاي اقدم لك على الوظيفه بتاعتك.
الاثنين انا قدموا، اقتنعت عموما بالتاني جدا. بس الاثنين مقدمين على نفس الوظيفه، ويمكن قابلوكي في نفس الايفنت او في نفس الجوب فير، او قدموا على نفس البوست اللي انت عاملاه. بس شفت انت قلتي ايه؟ انا اقتنعت بالتاني. هو ما عملش اي حاجه، هو بس عرض نفسه بالطريقه الصح. الاولاني يمكن عمل كوتشنج سيشنز اكتر، يمكن عمل سنين خبره اكتر، بس في الاخر انا ما عرفتش. انا كل اللي عرفته ان هو كوتش. فالقصه بتاعت يعني at a junior stage ازاي ابني قصتي، ازاي القصه بتبقى the early chapters، الشابتر اللي في الاول خالص، مين البطل. طيب as we go on in life و gain more experience القصه بتبدا تيفولف شويه. انا عايز ابين انجازات اكتر، انا عايز ابين امباكت حققته في المؤسسات اللي انا اشتغلت فيها او الشركات اللي انا اشتغلت فيها، لحد الحته بتاعت the trendy keyword nowadays personal branding. ان انا عايز يبقى عندي personal brand، افكر فيا كشخص بس كشركه، منظومه كامله ليا، براند ايدنتيتي، ليا شكل، ليا تون اوف فويس، ليا ماركتنج شانلز، قنوات معينه بوصل فيها الرساله بتاعتي والامباكت والاتشيفمنتس بتاعتي، ليا سيلز، ممكن يكون عندي اوفرنجز، ببيع سيشنز، ببيع كتاب، ببيع كونسلتيشنز، ببيع اونلاين كورس، وليا كمان فاينانس، بحسب حسابات ودخل وهكذا، ليا بارتنرز، شركات بشتغل معاها. فانا بقيت مع اني شخص بس بقيت كاني شركه كامله. فاز وي جرو بنروح في الاتجاه ده، او بنروح في اتجاه الموظف اللي قاعد وزعلان ومتضايق ومش عارف يعمل ايه. انترستنج قوي. طيب لو حد دلوقتي قال تمام انا جاهز وعايزه اتحرك من النقطه اللي انا عليها لنقطه ان انا جت هايرد او اتعين بسهوله وبيسر، حلو، تمام. فهيبدا مثلا بالسي في، فليتس نقول اول خطوه هيشتغل على السي في بتاعه، فيشتغل طبعا على ايه بالظبط؟ بصي انا هرجع الخطوه اللي قبلها. أوكي. اللي هي البلاننج، الكارير بلاننج. حلو قوي. هو محتاج يعرف الاول هو عايز يشتغل ايه، صح. وليه عايز يشتغل دي، ايه نقاط قوته، ايه الحاجه اللي تميزه اللي تخليه يعرف يفت في الرول ده. بقابل ناس كتير جدا 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 بيقولوا لي انا مش حابب اشتغل سيلز. طب ليه مش حابب تشتغل سيلز؟ اصل السيلز فيه تارجت. شوكينج فاكت، كل الشغل فيه تارجت. هو بس اسم التارجت بيختلف. في السيلز التارجت بتاعك فلوس. أوكي. في الماركتنج التارجت بتاعك نمبر اوف ليدز. صح. في اليوتيوب التارجت بتاعك فيوز. في الحسابات التارجت بتاعك ان الارقام تظبط. ففي الاخر كل الشغل فيه تارجت. فرفض الناس لوظيفه زي السيلز بيجي بسبب مش حقيقي. طيب لو انا كشخص بقى مش عايز اشتغل مثلا حاجه زي السيلز، بس عندي نيجوشيشن سكيلز قويه جدا، برزنتيشن سكيلز قويه جدا، بريزيستنت، بحب افضل بجري ورا الحاجه لحد ما احققها. طب ما انا بيرفكت سيلز بيرسون، دي مواصفات سيلز بيرسون مثالي، بس انا مش عايز ابقى سيلز بيرسون علشان. ففكره ان انا اختار الوظيفه والمجال بتاعي بشكل كويس، اكوردنجلي ممكن اختار صناعه. يعني مثلا لو حد عايز يشتغل محاسب ممكن يقول انا هشتغل في بنك، سيلز هشتغل في عقارات، وهكذا. دي خطوه مهمه جدا قبل ما اعمل سي في. ليه بقول كده؟ عشان هي في، انا اسف ان انا هستخدم كلمه غش، بس في برشمتين للغش موجودين، ببلشد وايثيكال جدا ان احنا نستخدمهم. اوكي. الشركه لما بتنزل اعلان لوظيفه بتقول لي كل طلباتها، صح، كانهم مديني مراجعه ليله الامتحان، ادي الحاجات اللي انت عايز تبقى عندك، ذاكرها بقى. صح كده؟ ذاكرها وميك شور انها موجوده في السي في بتاعك. اوكي. صح كده؟ صح. ده رقم واحد. فدي البرشامه رقم واحد. اوكي. البرشامه رقم اتنين، لو انا دخلت بكل بساطه وعايز اشتغل في اي وظيفه وكتبت على لينكد ان مثلا التايتل ده بس، انا هلاقي الاف وملايين الاشخاص اللي شغالين في نفس التايتل ده. اوكي. كل واحد فيهم بيحاول يعرض نفسه باحسن طريقه ممكنه. صح. فانا اكشلي شايف كل الكومبيتيشن، فشايف مين اللي كاتبها بطريقه كويسه ومين اللي معبر عن نفسه بطريقه كويسه، وشايف ايه الكورسات اللي هم اخدوها، وشايف ايه الشركات اللي اشتغلوا فيها، وشايف ايه الشركات اللي بتدي انترنشيب لان هم عملوا انترنشيبس قبل كده. فبالتالي قدرت ابيلد اب، وانا بشوف الوظيفه، اعلان الوظيفه والكومبيتيشن بتاعتي اللي هم البيرز بتوعي في الماركت، قدرت اشوف ازاي الناس عارضه نفسها. هنا محتاج ابدا احط على الاقل equal to what they are doing، هعمل نفس المستوى. ويا سلام لو عرفت ازود 1%، 1% بس في الخطوه دي، 1% في الخطوه دي وانا مخطط ودارس، انا كده steps ahead in this race. وقدام اكيد ده هيرفلكت، لو انا عملت ده في السي في هيرفلكت على البروفايل بتاعي على لينكد ان. في بعض المهن ممكن يخليني اعمل ويب سايت لنفسي، بيرسونال براندنج ويب سايت، لو حد فوتوغرافر او كارير كوتش او ايا يكن، او حتى كمان وانا رايح الانترفيو لو انا محدد انا عايز اشتغل ايه وعارف الكومبيتيشن وعارف الناس والشركات، اجاباتي على الاسئله هتختلف لان انا somehow جاهز.
مش بتفاجئ بكل سؤال بتساله. طيب احنا كده اتكلمنا على اول جزء، فكره ان واحد او شخص يبقى ويل اوير بايه او عنده وعي بايه الحاجه اللي الكارير بالنسبه له مناسب بيها، عن طريق انه يعرف ايه نقاط قوتي، ايه الحاجات اللي بعرف اعملها. طيب هيبتدي يجهز بقى النقطه التانية، مظبوط. اي ثينك السي في بتاعه هيبتدي بايه، يجهز ازاي، ايه الحاجات اللي ممكن تساعده؟ وورد تمبلت بسيطه جدا هيحط مش فيها. الحاجات اللي فيها حركاته. بصي، في بعض الصناعات مطلوبه. لو انت جرافيك ديزاينر، يس وريني بقى شو كيس. اوكي. مره حد ويب ديفلوبر بعت لي تو ابلاي اون ا جوب. اوكي. بعت لي ويب سايت، لما فتحته لقيته عامل ويب سايت لنفسه وعامل الشخصيه بتاعته سوبر ماريو. فبيمشي، فانت بتدوسي سكرول، فالسوبر ماريو بيمشي تين، ويطلع لك انا عندي كام سنه خبره. This is so cool. فبالنسبه لي سيبك بقى من السي في والكلام اللي جواه، الراجل ده هايرد. خلاص انت عرفت الكرياتيفيتي. هي شود مي كرياتيفيتي، هي شود مي ان هو قدر يعمل موقع زي ده، وانا عايز ويب ديزاينر. شكرا، انا خلاص وصلتني المعلومه. ففي بعض المهن محتاجه تشو كيس. يوتيوبر مثلا، وريني فيديو، ما تورينيش كلام وورد. بس في اغلب الوظائف اللي موجوده في الماركت دلوقتي محتاجين سي في يمشي مع السوفت ويرز اللي الشركات بتستخدمها. وهقول حاجتين. هقول اول حاجه ان في شركات بتستخدم حاجه اسمها ATS Applicant Tracking Systems. وهقول something shocking ان عدد الشركات اللي بتستخدمه قليل جدا. ولكن الشركات القليله جدا دي هي اللي عندها اكبر عدد وظائف في الماركت. بنوك كبيره، مصانع كبيره، FMCG شركات كبيره، شركات ادويه كبيره. فهم عددهم في الاخر يعني لو الماركت فيه 10,000 شركه، اللي بيستخدموا ATS لا يتخطوا 10%، لا يتخطوا 5%. بس ال 5% دول هم اللي عندهم 80% من الوظائف اللي في الماركت. ليه طيب بيستخدموا حاجه زي ال ATS او الابليكانت تراكنج سيستم؟ هو سيستم بكل بساطه لما بيتقدم عليه سيفيهات كتير بيفلترهم، بيشيل السيفيهات اللي مش ماتشنج وبيسيب لي سيفيهات ماتشنج اوردرد بالريليفنسي، بقد ايه السي في ده متطابق مع الوظيفه. فانا بعلن عن وظيفه بيقدم لي 3000 واحد وانا عايز 5. صح. فاكشلي احنا في مهنه الرفض مش في مهنه الاختيار. احنا محتاجين نرفض. لو 1000 واحد قدموا وانا عايز 5، محتاج ارفض 995 واحد، 99.5% من الناس. محتاج ارفضهم. فاكشلي بكل بساطه وكده انا بجاوب على سؤالك، هرفض كل السيفيز اللي حجمها كبير. اشمعنى؟ خلصت irrelevant. قللت ممكن يكون فيروس، ممكن يكون في مليان صور، مش هفتحه. انا عايز اقلل الناس. هرفض السيفيز اللي اسمها سي في 2012، ده في 2012 واحنا في 2024. هرفض السيفيز اللي مبعوتها لي جي، دي صوره، انت المفروض تبعت لي PDF او وورد دوكيمنت. هرفض السيفيز اللي مبعوته بس مفيش اي حاجه مكتوبه في الايميل، مفيش اي بودي، مفيش اي كلام. انت هترمي لي سي عيب يعني. انت مقدم على انهي وظيفه؟ او مثلا في السبجكت بتاع الايميل انت مش كاتب لي انت مقدم على ايه، انت كاتب وظيفه غلط. يبقى انت غالبا كنت بتقدم وخلاص، او مقدم على 100 شركه وحاطط لي الايميلز كلها في التو. كل دي اسباب مش قصدي، بس انا هتلكك عشان ارفضك، لان انا محتاج عايز اصفي بسرعه ارفض 99.5% من الناس ات ذس كيس. بعد كده هفتح السي في هرفض، مع انه هو كلنا وورد دوكيمنت مثلا، كلنا ATS ابليكانت. هرفض كل الناس اللي كاتبه بفونت صغير قوي مش عارف اقراه، كبير قوي والوان وبهرجه زحمه وما عندكش ذوق. هرفض اي حد حاطط صورته في الساحل، او اي بنت حاطه صورتها من فرح بنت خالتها وعاملين بوز البطه دي مشكله. هرفض اي حد ايميله youngfero@gmail or hotmail، او اي بنت توتا كتكوتا @whatsoever. هرفض الناس اللي مش بتحط رقم تليفونها عشان خطيبي قال لي ما تحطيش رقم تليفونك، او انا خايفه حد يعكسني. طب انت بتقدمي على شغل، ده شغل بيئه عمل يعني. واخده بالك ان انا ما قلتش اي حاجه that much complicated او كل حاجات بيزكس. بس I assure you باكد لك انه يمكن 80 ل 90% من الناس اللي بتقدم على الوظائف بيبقى عندها الغلطات دي. هي غلطات فعلا سهله تحصل، وفعلا معظم ممكن يكون بيقع فيها. عشان كده بحب دايما اقول السي في ده السهل الممتنع. هم ورقتين بس بيعبروا عن حياتك. ورقتين بيعبروا عن حياتك. لما حد بيكتب كتاب بايوجرافي بيكتب كتاب عشان يحكي قصه حياته. صح. انت عايزه في ورقتين تعبر بقى، تروحي للشركه وللراجل HR ده تعملي له اعلان لحاجه تشده انه يقول لك تعالي لي انترفيو، تعالي قابليني في الانترفيو. لو ما كانش الحاجه دي اتراكتيف ومترتبه صح،
كومبيرد للكومبيتيتورز، مقارنه بالناس التانية اللي مقدمه. ما في 1000 مقدمين، انا هرفض صح. 995. وكده كده هيقارن عشان كده عايز كده يصفي. هقارن وهصفي وهقارن وهصفي لحد ما يوصل لي من ال 1000 سي في دول 100. ال 100 دول اللي هم التوب 10%، هم بقى اللي ممكن يكون عندهم غلطات، مش كاتبين الوظيفه اللي انا بدور عليها، مش ما عندهمش ريليفنت اكسبيرينس، ناقصهم مهاره او مهارتين، ناقصهم كورس او كورسين. فلو انا قعدت مركز معاكي دلوقتي على ال 10% دول وعلى المشاكل دي، في 90% من الناس مش هتكسب في السباق ده، مش هتلاقي شغل، هتفضل بتقول مفيش شغل مع ان في شغل. وجايز للاسف جايز يكون عندهم المطلوب بس ما وصلوهوش للراجل بالشكل الصح. اللي عايز يعين الناس. طب ازاي حد يقدر let's say، عشان شفت اصل حد اعرفه a friend of mine صديق ليا يعني، كان عنده سي في حوالي مثلا 7-8 صفحات وبيقدم وبيجيلوش شغل. حلو. طب هو ازاي يلخص ال7-8 صفحات دي لصفحتين وتبقى بنفس الجودة؟ كواليتي. حلو قوي. هجاوبك بقصه. اوكي. اشتغلت مره مع حد عامل السي في بتاعه 17 صفحه. 17 صفحه كتيب صغير. اكسبيرينس رهيبه. وواصل ان هو جنرال مانجر لواحده من اكبر الشركات في مصر، وعايز يجو مالتي ناشونال، عايز يجو لشركه مالتي ناشونال كبيره. السي في بتاعته كان بتقول ان هو اول ما بدا الكارير بتاعه اشتغل الوظيفه الفلانيه، ومكتوب 7 بوينتس هو كان بيعمل ايه في الوظيفه دي. اوكي. فلنفترض ان الوظيفه دي كانت مثلا النهارده سوشيال ميديا كوردينيتور، بس هو دلوقتي بعد سنين خبره كبيره بقى جنرال مانجر. تفتكري المعلومات اللي كان بيعملها من 20 سنه دول ريليفنت محتاجينهم النهارده؟ طب هو لو بيقدم على وظيفه النهارده بيقدم على حاجه كومبير تو جنرال مانجر، يعني سي ليفل بوزيشن، صح؟ انا مش فارق معايا انت كنت كوردينيتور امتى ولا كنت بتعمل ايه هناك باك ذن. كاتب كورسات لدرجه انه كاتب لما كان في الجامعه واخد انجلش في المكان الفلاني ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. انت جنرال مانجر لشركه كبيره دلوقتي، اكيد انا مش شاكك في الانجلش ليفل بتاعك. لما حط السكيلز بتاعته كتب كل السكيلز من اول الكوميونيكيشن، التايم مانجمنت. حلو، انا عارف ان ممكن السكيلز دي تكون مهمه وضروريه، بس لو انت جنرال مانجر بتهيألي محتاجين نركز اكتر على الليدرشيب وعلى الديليجيشن وعلى ازاي بتكوتش الامبلويز بتوعك وعلى شويه مهارات مختلفه للرول بتاعك. فللاسف احنا بنتمسك بانجازاتنا لدرجه ان احنا ممكن نقول دلوقتي واحنا بنعرف بعضنا البعض كاشخاص، يعني انا على فكره في الثانويه العامه كنت جايب مجموع كذا. ماشي خلاص، irrelevant دلوقتي. انت شغال وعندك 10 سنين خبره، بتقولي ليه مجموعك في الثانويه العامه؟ صح. على فكره وانا صغير كنت شاطر في الكذا. irrelevant دلوقتي. فبنفس الكيفيه اول خطوه لازم نتخلص من اي حاجه احنا متعلقين بوجودها في السي في. يعني اتليست الكورسات مثلا، مش هكتب اي كورس اخدته من 10 15 سنه، هكتب الكورسات اللي اخدتها اخر 5 سنين. متهيألي ده كفايه في الاعلان. لو انت رايحه تتفرجي على اعلان لفيلم في السينما، مش هيجيبوا لك كل التفاصيل الاحداث اللي هتحصل والبطل قتل الشرير واتجوز البطله في نهايه الفيلم. هم هيجيبوا لك ان في بطل وفي بطله، في احداث هتحصل وفي شرير. صح. وبعد كده تخشي الفيلم لازم تكتشفي ان في قصه اكبر من الاعلان. فانا مش عايز اكشلي احكي لك كل حاجه في السي في، انا عايز احكي لك الحاجات اللي ماتشنج طلباتك كشركه وكمسؤول توظيف، وفي نفس الوقت اللي تشدك انك تقول انا عايز اقابل احمد. انا هجيبه فور ذا نيكست فيز اللي هي فون انترفيو، بعد هجيبه فور ذا نيكست فيز اللي هي فيس تو فيس انترفيو، هكذا. وعايز كمان لما اروح له الفيس تو فيس انترفيو ويقول لي انا ملاحظ انك عندك 5 كورسات خدتهم، يكتشف ان هم 7 و8 و9، يكتشف حاجه اكتر من اللي هو قراها على الورق. فيحس وهو بيقابلني انه I'm more than الورقتين اللي في ايدك، انا اكتر بكتير من مجرد ورقتين، انا شخص كامل. وده بكل بساطه يخلي السي في بتاعي يقعد يشرينك، انا عمال اشيل حاجات. طيب اي وظيفه بنعملها بنشتغل 8-9 ساعات في اليوم على مدار سنه، فطبيعي عندنا تاسكس كتير جدا، مهام كتير جدا بنعملها على مدار اليوم. ركز على اهم 3 4 5 بالكتير قوي في اخر وظيفه. الوظيفه اللي كانت قبلها قلل شويه خليهم 4، اللي قبلها قلل شويه خليهم 3. لو وظيفه بقالك 10 سنين كنت شغالها، مش محتاج تكتب لي كنت بتعمل فيها ايه، محتاج تكتب لي بس عنوانها. واخده بالك كلها حاجات برضو. انا بس مش بقول ما تقولش المعلومه الكامله، انا بقول بس سبوت لايت دلوقتي، نسقط دائره الضوء
على معلومات معينه علشان نباس نتخطى المرحله دي ونروح للمرحله اللي بعدها. بعد كده نقدر ان احنا نعرض بقيه الانجازات بتاعتنا وبقيه الكلام براحتنا في انترفيو، وبراحتنا في تكنيكال انترفيو، وبراحتنا لما نشتغل. صح. يعني انا برضو حتى لما اشتغل لسه هثبت ذاتي. عايز اثبت ذاتي اكتر. فلو بصينا لها كده عامله زي سباق التتابع، انا دايما بقول السباق الوظيفي فهو عامل زي سباق التتابع. ما ينفعش اول واحد يحرق كل، يعني لو احنا كذا متسابق، فانا عايز في اول مرحله ابذل المجهود بتاع اول مرحله اللي يكسبني اول مرحله. اوكي. فلازم افهم المرحله اللي انا فيها دلوقتي ايه. في مرحله السي في انا في مرحله ان انا بعمل برومو للشخص، مش فول ديتيلد ديسكريبشن، وصف كامل وممل وطويل للشخص. والا كنا كلنا ما سميناهوش سي في، كنا سميناه كتاب مثلا، كنا قلنا كتاب صغير مثلا. كتاب صغير. صح. يعني ده اللي ممكن يخلي السي في يبقى قليل ويوصل actually the recommended number of pages صفحتين. حلو قوي. recommended. لو طالب لسه متخرج يبقى صفحه، لو حد الراجل اللي انا قلت لك عليه القصه اللي قلت لك ال 17 صفحه ده ويندد اب ان احنا السي في بتاعه بقى 3 صفحات. حلو قوي. ففي الاخر محتاجين نفضل، يعني ما اعتقدش ان في حد السي في بتاعه 5 6 صفحات عنده خبره اكتر من 30 سنه زي ما انا قلت لك، واصل ان هو جنرال مانجر وحاطط انجازات في 17 صفحه. صح. فلو عرفنا نوصل ل 17 صفحه لانهم يبقوا 3 صفحات it's possible. it's possible. طالما it's possible let's do it. حلو قوي. طب هل مهم في خلال كتابة السي في ان حد يركز على انه يوري النتيجة اللي عملها في البوزيشنز المختلفة اللي مسكها؟ طبعا الاتشيفمنتس هي احنا النهارده لما بنقدم على شركه بنوريهم ازاي احنا هنفيدهم. اوكي. ايه الار او اي بتاعنا، الريتيرن اون انفستمنت. انت هتديني مرتب وهتديني وظيفه، هتكسب ايه؟ فاقدر اوريك ده بثلاث طرق. الطريقه الاولى ان انا اوريك مهارات انت محتاجها، فكومبتنسيز. بحط مهارات في سيكشن اسمه كومبتنسيز او كي سكيلز. بحط مهارات في التاسكس اللي انا بعملها. فبالتالي انت عرفت كده ان الشخص ده شاطر عنده مهارات انا محتاجها. الطريقه الثانيه ان انا اوريك تاسكس شبه التاسكس اللي انت طالبها. انت طالب حد يعمل 1 2 3، وانا على فكره قبل كده عملت 1 و2 و3. واهم طريقه في الثلاث طرق هي طريقه ان انا اوريك الار او اي بتاع التاسكس دي. يعني مثلا لو وظيفه حد سيلز عايزين حد بيعمل مكالمات طول اليوم عشان يبيع منتج ما، فده التاسك اللي مطلوبه. فانا اقدر اعرضها اقول ان انا الثلاث بقى حاجات. اول حاجه انا كنت بعمل في الشركه القديمه بتاعتي سيلز كولز، مهارات، وبنيجوشيت مع العملاء وبعرض عليهم الخدمات بتاعتنا، مهارات. وده حقق مبيعات بقيمه 200 مليون جنيه. الجمله كده بقت اتشيفمنت بيزد، بقت بتوري كومبتنسي، بتوري مهارات، وبتوري التاسكس، وفي نفس الوقت كمان بتوريك ازاي التاسكس دي حققت ار او اي. فتخيلي لو الراجل برضو قرا السطر ده وهو عنده المبيعات بيبيعوا ب 100 مليون جنيه. I want this guy. تعالى لي. انا عايزك. بالظبط. تعالى لي. او تخيلي لو هو المبيعات عنده ما بيعرفوش يعملوا نيجوشيشن، برضو تعالى لي. وفي نفس الوقت اتس ميرد، يعني شايف التاسك اللي هو بيدور عليها، ما شافش تاسك ثانيه. يعني نفس الشخص ده لو قال لك انا عملت سوشيال ميديا مانجمنت وجبت 100 فولوور، ماشي، هي حاجه حلوه، بس مش دي اللي بندور عليها في الراجل اللي هيمسك التليفون ويقعد يبيع طول اليوم. دي حاجه حلوه للراجل اللي هيمسك السوشيال ميديا بيج بتاعتنا. فهي لو الراجل ده بيعمل الاثنين مش محتاجين نبين الاثنين في الاعلان، محتاجين نبين بس الحته اللي احنا بندور عليها، الصفحات تقل. صح. طب احنا دلوقتي اتكلمنا على انه يبقى عنده awareness بالايه اللي عايزه الاول ككارير باث او كالطريق اللي عايز يمشي فيه في الكارير، وبعدين how to create a CV، ازاي يعمل السي في بتاعه. عملنا السي في وداخلين الانترفيو، ازاي بقى حد يجهز نفسه انه يوين او يكسب الانترفيو اللي هو داخله؟ بصي هقول لك، يعني هما في مثلث كده، ثلاثه elements. انا كشخص ابقى عارف نفسي كويس. حلو. فاتفقنا في الاول انا عارف انا عايز ايه، وعارف انا بدور على ايه، وعارف مهاراتي، وعارف انا شاطر في ايه. تاني حاجه هو انا من الاولانيه انا عرفت انا عايز اشتغل فين، فلازم ابقى عارف المجال ده كويس. فلو انا عايز اشتغل مثلا سيلز زي ما احنا قلنا من شويه، فسيلز في عقارات، ابقى عارف مين الشركات اللي في المجال ده ومين الكبيره ومين الصغيره، مو متابعهم، شايف اخبارهم، عمل لهم فولو على لينكد ان ولا على الفيسبوك. مره كل شهر بخش على ده توب 10 اشوف مواقعهم واشوف ايه الليتست نيوز عندهم. دي فتحت فرع جديد في المكان الفلاني، ودي قفلت، ودي. الحاجه الثالثه الوظيفه اللي انا مقدم عليها. بس هم في الاخر زي ما انا قلت لك في الاول مدينا
مراجعه ليله الامتحان. أيوة. هو الامتحان مش هيخرج من الورقه دي. فتخيلي لو سالتك اسئله عليهم. انا اكيد هسالك اسئله عليهم. صح. فمش المفروض تتصدمي ومش المفروض تتخضي ومش المفروض ما تعرفيش تجاوبي. بالعكس انت صح. عارفه انك هتتسالي على الاسئله دي وعارفه انك هتتسالي على المجال ده وعارفه انك هتتسالي على الشخص ده اللي هو حضرتك. اي سؤال الانترفيور هيساله مش هيطلع بره المثلث ده. صح. فكري فيها كده. وهقول لك تريك صغيره يمكن ناس كتير ما تعرفش تعمل ده من غير ما يتقال لها تعمله ازاي. اي سؤال هيتسال بقول لك ايه introduce yourself. انا هتكلم عن نفسي. اوكي. وهتكلم على ازاي انا انفع في المجال ده وهتكلم على ان انا عارف الوظيفه وازاي ايه الكونكشن بوينتس بيني وبين الوظيفه. مش هتكلم على كل حاجه زي ما اتفقنا من شويه. لو انا بياع هتكلم عن السيلز مش هتكلم على الماركتنج ايفورت اللي عملتها في فتره من الزمن. اوكي. طيب ايه اقوى 5 نقاط عندك؟ لو انا عندي 100 نقطه قوي فيهم هقول ال5 اللي ليهم علاقه بالوظيفه. صح. فانا لو عارف نفسي وعارف الوظيفه اقول كده. لو الوظيفه حتى مش كاتبين انا عارف المجال ومتابع الشركات وعارف هم بيعلنوا عن وظائف ايه فعارف ايه المهارات اللي هم بيطلبوها يوجوالي فبالتالي اقدر اتكلم عنها. طب ليه ممكن نعينك؟ والله انا كاحمد شاطر في كذا وكذا 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 وحابب اشتغل في المجال ده ومتابعه واكشلي ام فولوينج الشركات 1 2 3 4 وانتوا شركتكم نمبر 5 مش نمبر 1 نمبر 5. ولما اعلنتوا عن وظيفه شايف ان انا ماتشنج الوظيفه دي. انتوا طالبين كذا انا بعمل كذا انتوا طالبين كذا انا بعمل كذا. فديرفور حبيت اقدم واشوف فرصه ان انا اشتغل معاكم كواحده من الشركات اللي نفسي اشتغل فيها. واخد بالك انا كل الاجابات كنت بتحرك جوه المثلث. صح. بس وانا بجاوب بحاول اتحرك من نقطه لنقطه لنقطه. دايما بشوف المثلث كله. بشوف انا مين وقد ايه انا فت للوظيفه دي وقد ايه انا كومبيتيتيف في الماركت ده. يعني من دقيقه بالظبط لما قلت لك ال5 شركات وانتوا شركتكم ال5 كده بقى في احساس انه لو ما عيناش احمد هيشتغل مع كومبيتيتور. مش بس احنا ما عيناش احمد. احنا لو خسرنا احمد كموظف مش بس هنخسره كموظف ده احنا الكومبيتيتور بتاعنا هيكسبه. عارفه فرق الكوره لما بيشتروا لعيبه كده هي نفس الفكره بالظبط. انا وريته ان انا مناسب للوظيفه بتاعتك ووريته ان انا فاهم نفسي كويس ووريته ان انا عارف ان انا شاطر للوظيفه بتاعتك. انا وريته ان انا اوير بالماركت وعارف الماركت والاوبورتونيتيز اللي فيه وعارف اروح فين. طب تعرف ايه عن شركتنا؟ مش انا اتفقت معاكي ان احنا متابعين الشركات؟ صح. فانا عارف ان الشركه بتاعتكم فتحت فرع جديد في المكان الفلاني ورئيس مجلس الاداره اتغير وعينتوا مدير تسويق جديد. فبالنسبه للراجل واو ايه ده نادر. طيب هو اللي انا بقوله ده يتعمل امتى؟ ده ongoing task المفروض اعملها بليفلز مختلفه في اوقات مختلفه. يعني انا طول الوقت لازم ابقى عارف نفسي في الاول. اوكي. ولازم ابقى عارف اي وظيفه بقدم عليها. صح. وفي نفس الوقت طول الوقت انا متابع. مش هقول لك كل الشركات مفيش حد هيعرف يعمل كده. بس لو انا عندي ليست فيها the top 20 اكبر 20 شركه في المجال اللي انا عايز اشتغل فيه ولو فكرت فيها اكشلي وده ممكن نساله لكل اللي بيسمعونا دلوقتي try to list down كده. جرب تكتب 20 شركه عايز تشتغل فيهم most likely مش هتعرف لو هم في مجال واحد. يعني جرب تكتب اسم 20 بنك نفسك تشتغل فيهم. جرب تكتب اسم 20 شركه تيليكوم نفسك تشتغل فيهم او 20 ماركتنج ايجنسي. هنكتب اكبر 5 وبعد كده هنفولو اب تاني 5 وبعد كده هنعطل في ثالث 5 ورابع 5. يعني اخر ال20 دول رقم صعب. اتليست تابع ال20 دول. صح. اعمل لهم فولو على لينكد ان وفيسبوك بشكل دائم. كل شهر افتح زي ما قلت لك كده الويب سايت شوف هم الشركات بيعملوا ليتست نيوز. شوف بيقولوا ايه. سهم البورصه طلع سهم البورصه نزل الشركه فتحت فرع جديد في برودكت جديد بنفتحه في برودكت جديد في برودكت اتقفل حصل مشكله كيس على القضيه على الشركه. ده هيساعدك على الاقل تعرف الشركه اللي نفسك تشتغل فيها دي كويسه ولا لا فعلا. صح. بلس لو اتحطيت فجاه قدام راجل في ايفنت مش بس في انترفيو في ايفنت ازيك عامل ايه انا متابع الشركه بتاعتكم على فكره ونفسي اشتغل عندكم انا عرفت ان انتوا فاتحين فرع جديد في المكان الفلاني هو انتوا عندكم وظايف totally different story. صح. ولكن وانا متابع طول الوقت الحاجات دي بتابعها بمجهود بسيط. مش الهدف ان انا اقعدك تذاكري كل يوم 10 ساعات. صح. كل يوم ربع ساعه شركه واحده فيهم هبص عليها. واجي لو جالي انترفيو في شركه فيهم بقى هنا ليله الامتحان. صح. زي ما قلت في مراجعه ليله الامتحان وفي مجال هخش اتشقلب واعرف كل حاجه. ما هو اللي عايز يكسب هيتعب شويه. صح. ما ينفعش اكسب من غير مجهود. واحنا اتفقنا هو سباق وفي متنافسين وفي 1000 واحد مقدمين وانا عايز ابقى من التوب 5%. دول مش 5% دي نص %. صح.
فمحتاجه شويه مجهود، وانا بقول لك مجهود يوم او يومين مش اكتر من كده. اللي هو انا قدمت على الوظيفه فهقرا الجوب ديسكريبشن كويس، وهقرا المهارات المطلوبه كويس، ولما يجي ليله الانترفيو هخش اقرا كل اخبار الشركه، هخش اشوف مين التيم اللي ممكن اشتغل معاه وبيقولوا ايه، صح. اخدوا كورسات ايه، ايه المهارات اللي هم بيقولوا انها عندهم. مم. فعرفت ان ده التيبيكال نيدز في الشركه دي. مهم. لو الشركه دي كل اللي بيشتغلوا فيها واخدين كورس معين، مهم. موست لايكلي هم عايزين حد بياخد الكورس ده. مهم. فجاست لو قلت في الانترفيو بس ان انا بفكر اخد الكورس ده، بفكر، انا لسه ما اخدتوش، مهم. فدي بوزيتيف ساين، دي توريهم انه ده شبه اللي احنا بنعينه، ده شبه الناس اللي عندنا، صح. ده هيبقى بيرفكت فيت. حلو قوي. يعني بيزيكلي كأن الشخص مهم يبقى عنده سيلز سكيل، بيزيكلي هاو تو سيل how to sell yourself, how to present yourself. بالظبط. فحته ان انا اخلق زي urgency لدى او اخلي حد قدامي يتصربع شويه بان انا لا انا مقدم هنا وهنا وهنا وانتوا عندي رقم 5. مش فعنده- مقدم عشان انا مش بقول للناس تكذب، مش اوكي بنقول للناس تكذب. ماشي، افرض هو فعلا مقدم. لو مقدم يقول اوكي او انا مهتم اشتغل هنا وهنا وهنا. على فكره مهتم از فاكت، ما انا صح. حطيت انا مهتم اشتغل هنا او هنا او هنا. فلما لقيت انتوا حاطين وظيفه رقم 3 رقم 5 رقم 10 وات ايفر، اوكي قررت اقدم. مهم. فحتى مع اني ما قلتش مقدم، بس ستيل هيحسوا نفس الاحساس انه I have to take this person seriously. الشخص اللي قدامي ده مش شبه الالف. وخدي بالك مهم. كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، سي في ولينكد ان ممكن كمان، وانترفيو، وازاي افكر، كلها فكرتها ان انا اكون متميز عن البيرز بتوعي. مم. يعني لو كل الناس متوسط مجموعهم في الثانويه العامه 80، لو انا جبت 81% انا اشطر واحد فيهم. مهم. بس لو كلهم مجموعهم 100%، مم. انا لو جبت 99 ابقى اوحش واحد فيهم. مم. واخده بالك البرسبكتيف يختلف ازاي؟ مع اني صح. جبت 99% which is صح. حلو جدا، مم. بس لو هم بيختاروا اعلى سكور انا هبقى مش في الناس كويسه. صح. طب دلوقتي لو احنا تخيلنا خلصنا مرحلة الانترفيو، في طريقين، ريجكشن او الرفض، او ان انا accepted بقى. هنمشي الاول في الريجكشن او الرفض. في الحالة دي لو حد اترفض يتعامل ازاي مع الاحباط اللي بيجي عادة بعد الرفض ده؟ سؤال حلو، شكرا. سؤال حلو. بس انا كاحمد ما بشوفش ان يعني لو سميناها رفض وقبول موافقك، بس أوكي. في الحالتين هي مكسب. صح. اترفضت فانا عرفت ايه الاسئله اللي اتسالتها. مهم. اترفضت اكيد لسبب. اوكي. السبب ده ممكن يكون حاجه من اتنين، مهم. يا اما للاسف بعد ما عملت كل الحاجات دي كان في حد اشطر مني مهم. سمع كلامنا في الحلقه دي وعمل حاجات اكتر منها. اوكي. وفي الحاله دي فير جيم، انا هحاول تاني وتالت ورابع. مهم. يمكن هبقى متضايق شويه وده طبيعي، احس ان انا كان نفسي في الفرصه دي، بس مم. اجين انا حاطط 20 شركه، وال 20 شركه دول بيعلنوا عن وظايف دايما، فاكيد ربنا هيكرمني بوظيفه تانية. مهم. او انا كنت مقصر في حاجه. مهم. يعني انا هديكي مثال بسيط. اوكي. كام وظيفه بتنزل كل يوم، كام حد بيبعت السي في بتاعه بيسمعنا دلوقتي، مهم. عمل ابديت للسي في بتاعه امتى؟ يا نهار ابيض، عدد اخر مره. قليل. انا اكيد. باكد لك والله في ناس مم. بتبعت لي لحد دلوقتي اسمه 2018، الدوكيمنت اسمه كده يا نهار احمد عادل 2018. طب احنا في 2024 يعني عدى، مم. احنا في 2025 كمان، خلاص. عدى 7 سنين من التاريخ ده. فمعقول انت ما ضفتش حاجه؟ جايز يكون ضاف مهم. بس نسي يغير اسم الفايل. مم. طب ما انت مش بتركب، انت ما عندكش اتنشن تو ديتيلز. دي مشكلة. فانا ممكن ارفضك عشان دي بس، عشان نسيت تمسح 4 ارقام، مم. او اكشلي تبدل رقم واحد. فلو انا مقصر في حاجه للاسف، لو انا مش عارفها بترن تو ان انا الوم المجتمع والوم واقول ما فيش شغل والبلد المعتقدات محتاجة- بقى الليميتنج او بالظبط. المعيقة. مم. ولكن لو انا سمعت الكلام اللي احنا بنقوله انا وحضرتك مم. النهارده، وابتديت اقول لنفسي فعلا انا دي ما بعملهاش، دي محتاجه اعملها، دي محتاجه اشتغل عليها، وفعلا بذلت الخطوات بتاعتها، مش هحس بقى، ما بقاش فيه التقصير ده. مهم. لو في التقصير تعالى نصلحه. مهم. تعالى ناخد الطاقه السلبيه بتاعت ان انا اترفضت مهم. للحته الايجابيه بتاعت انا هعمل ايه عشان ما اترفضش تاني. مم. واقول لك حاجه، يعني في الشركه بتاعتي بنقدم مجموعه من الخدمات للاشخاص. مهم. فمثلا من الحاجات اللي بنعملها اكزيكتيف سي في رايتنج، بنكتب لناس سي فيز. مهم. فبيجي حد يقول لي مثلا انا مش عايز انفست الرقم ده، انا مش عايز ادفع فلوس دي. مهم. بقول له مش مشكله، احنا بنعمل ايه؟ احنا اي حد بيقدم لنا بنقول له الغلطات اللي في السي في بتاعته كلها، مهم. عايز تعدلهم انت اتفضل، مهم. عايز احنا اللي نعدلهم بنقدر نعمل كده. مهم. المشكله الحقيقيه بتظهر بعد 6 شهور، لما بقابل نفس الشخص اللي ما رضيش ينفست في نفسه، مهم. نظريا ينفست في نفسه هنا، مهم. وبعد 6 شهور يبعت لي السي في تاني يقول لي عايز رايك فيه، بس هو نفس السي في بالظبط بنفس الغلطات اللي انا قلت لك مشاكلها كلها. مم. فهو ايه اللي اتغير؟
ايه اللي حصل يخلينا دلوقتي رجعنا لنفس النقطة تاني وبنقول هو انا كده صح ولا غلط؟ ما انت عارف ان انت غلط. مش الفكرة انك تسيك فاليديشن، تسيك ان حد يقول لك لا انت صح. ده مش حل. صح الحل ان انا اعرف ايه الغلط واصلحه. صح. ويمكن للاسف ناس كتير جدا، يمكن كل زمايلنا كوتشز والترينرز يقولوا لك ان اغلب الناس اللي بنحاول نشتغل معاهم علشان يخرجوا من حته معينه بنسبه كبيره جدا بيبقى عندهم ريزيستنس، بيكون عندهم مقاومه للوضع الحالي. هو شايف انه ايه، انا عايز الدنيا تتغير بس وانا هنا، مش عايز امشي الخطوات اللي توصلني ان انا اتغير. فمن هنا هي لازم يطلع قرار من جوه الشخص ان انا هعمل اكشنز، هاخد خطوات معينه عشان اوصل اني اعالج المشكله. خطوه ان انا اصلح السي في، وخطوه ان انا اليست داون الشركات اللي انا عايزها، وخطوه ان انا اشتغل مع كارير كوتش واقول له والله انا عايز اعرف اكتشف نفسي واكتشف مهاراتي واكتشف انا شاطر في ايه، وخطوه ان انا اختار المجال اللي انا عايزه، وخطوه ان انا احضر نفسي لو اتسالت في اي انترفيو. وعلى فكره ممكن كل ده يبقى اعمل له براكتس طول الوقت. ممكن اكتب سي في واوريه لكل زمايلي، اوريه لبابا، اوريه لماما، اوريه. واقول لك حاجه عشان في ناس كتير بتعمل دي غلط، بس فنقولها كده كنصيحه. في ناس كتير جدا بتبقى انا في الجامعه وصاحب بابا شغال في المكان الفلاني فانا هتخرج اديله السي في واشتغل. وللاسف لما بيديله السي في بيحصل الاتي، الشخص التاني بيبقى محرج جدا وبيتهرب وما بيجيش شغل، والناس بتستغرب هو ليه في ايه. طب تعالي نغير القصه دي، تعالي نظبط السي في بنسبه كبيره الى حد كبير. هحاول I will do my best، هظبطه قد ما اقدر. وتعالى نروح لصاحب بابا ده ونقول له عمو ازيك عامل ايه، والله انا عامل لسته فيها شركات نفسي اشتغل فيها، من ضمنها الشركه اللي حضرتك فيها. وبصراحه انا كتبت سي في وشايف انك بما انك شغال في الشركه دي انت اصح شخص تقول لي اللي انا عامله ده صح ولا غلط. انا ما بقولكش شوف لي شغل، انا بقول لك بس قول لي اللي انا عامله ده صح ولا غلط. فعمو صاحب بابا هيبص هيقول لي لا يا احمد انت الانجليش بتاعك ضعيف، ما ينفعش، لازم تاخد كورس انجليش. اوكي، وبص انت هنا مش كاتب كذا، وبص انت هنا. غالبا ما فيش حد فينا ما بيحبش يبان ان هو يوجه الناس يعني. فغالبا هيقول له بص في كذا وكذا وكذا وكذا. واجين انا ما طلبتش منه وظيفه، بس انا رحت خدت كورس الانجليش ورجعت قلت له يا عمو انا اخدت كورس الانجليش وظبطت الغلطات اللي قلت لي عليها، ممكن تبص كده وتقول لي لو في حاجه تانية. هيبص على السي في وهيقول لي لا كده تمام، اقول له طيب شكرا جدا وهاخد منه السي في وهمشي. اللي حصل دلوقتي ان انا الشخص ده قرا السي في بتاعي مرتين، واول مره اكتشف غلطات، بس تاني مره اكتشف ان انا عندي الويل والاراده والعزيمه ان انا هعمل اي حاجه عشان اشتغل هنا. بعد فتره من الزمن الراجل ده حتما هيقابل في يوم من الايام الموقف اللي بيقول احنا عايزين حد يشتغل مع، اقول لهم انا عندي حد ابن واحد صاحبي شاطر جدا، وعلى فكره هو كان بيقول ان عنده ليست فيها شركات وشركتنا من ضمنهم، فانا استنى هكلمه كده اشوف. واكشلي مش بعيد يكون عنده كوبي من السي في بتاعك حاططها عنده فور ذا جاست ان كيس، او باباك قال له انا عايز كذا. بس هنا ما بقاش الموقف محرج وما بقاش فيه تهرب وما بقاش ما بقاش بالشكل اللي الناس فاكراه واسطه. ايوه ما بقاش كده. وده غالبا بيحصل في كل الشركات الكبيره والمالتي ناشونال. يمكن في بعض الشركات بتعين ابناء عاملين او بتعين ناس، بس كمان بي رياليستيك. بيسمعنا ناس كتير دلوقتي بيشتغلوا في شركات. بص حواليك، بص حواليك في 100 موظف، كام واحد فيهم انت شايفه شغال بالواسطه؟ واحد. طب في 99 ما اشتغلوش بواسطه. صح. 2 5 في 95 ما اشتغلوش بالواسطه. فانت بتقول ان الخمسه دول هم اللي مبوظين، طب ما في 95 اشتغلوا من غير واسطه. صح. ما ايه رايك نبص على ال 95 ونحاول نقلدهم؟ بالظبط. يعني يمكن ده يحقق لنا النتيجه اللي احنا بندور بالظبط. عليها. وفي نفس الوقت واخد بالك اجين في الخطوات اللي احنا بنقولها، انت بقيت واسطه نفسك. انت بقى عندك نتورك على لينكد ان من ناس انت قعدت تضيفهم في الشركات اللي انت متارجتها، بقيت عارف تتكلم بشكل كويس عن الشركات دي. اي ريلاتيف او اي صديق عائله شغال في شركه بقى عرضت نفسك ليه بشكل كويس. وفي نفس الوقت انت فجاه هتلاقي واحد حد من دول، يعني حتى لو رحت جوب فير وقابلت شركات كتير ما عندهمش وظيفه مناسبه ليك، بس قلت لهم كده انا بدور على كذا 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 وعندي خبرات كذا كذا كذا، انا عارف ان انتوا ما عندكوش وظيفه بس كنت عايز اعرف ايه الحاجات اللي انتوا طالبينها اللي بتطلبوها عاده للوظيفه دي. حتما الشخص ده هيجي في يوم من الايام ويتكعبل فيها. وساعتها كل الناس هتقول ايه،
بص ابن المحظوظه ده اشتغل بالواسطه وعمل ايه، بس اتس نوت كيس، مش ده الحقيقي. لان للاسف بلاحظ اتليست يعني في الكوميونتي اللي بصادفه في اوقات كتير، فكره ان هو معتقدين موست كومن، بلد وسايط ما فيش شغل. اقول لك حاجه، عشان ما كنت عملت كده حلقات صغيره كده، كتبت ما وراء الوظيفه اسطوره الواسطه واسطوره ما فيش شغل. حرفيا عملت كده. بصي، هي كده قانون الشغل كده. الشركات دي شغاله ليه؟ عشان تكسب. فال ال... ال... النظريه الخرافيه، الاسطوره، الميث بتاعت الشخص اللي قاعد مقضيها على البحر وبيتحول له فلوس بالدولار عشان يشتغل بواسطه، دي عاريه من الصحه تماما. لان صاحب الشركه مش عايز يخسر، مش عايز، هو شغال عشان يكسب فلوس. صح. جايز يعين ابن صاحبه اللي انا لسه حكي لك عنه، اللي عمل سي في وبذل مجهود، جايز. فبالنسبه لبعض الناس شكلها واسطه، جايز. بس عمره ما هيعين حد بيخسر شركتنا. مش عين حد مش شاطر احطه في حته مهمه ومحوريه ويخسرني. واجين الدليل، خشي كل الشركات المالتي ناشونالز الكبيره، ارباحها بتكتر كل سنه، انجازاتها بتكبر كل سنه، بيفتحوا فروع جديده كل سنه. معقوله كل ده بناس ما بتشتغلش وقاعدين ومصيفين وواسطه؟ بالظبط. ما اكيد في ناس شغاله. وحتى لو افترضت ان النسبه الوسايط اللي قاعده شغاله دي معتمده على نسبه تانية بتشتغل، يبقى النسبه الاكبر هي اللي بتشتغل، لان الشركه بتنجح. صح. والا كانت الشركه دي قفلت. فبالتالي دي اسطوره. واسطوره ما فيش شغل يا جماعه ببساطه، خشوا دلوقتي حالا دلوقتي اي حد بيتفرج علينا، خش linkedin.com الوظائف، اختار ايجيبت، هتلاقي فيه مثلا 7-8 وظيفه دلوقتي حالا. وده ايجيبت. بس احنا في عصر جديد الكومبيتيشن فيه بقت عالميه. اختار بدل ايجيبت ريموت. شوف في كام وظيفه، حد يمسك سوشيال ميديا، وحد يعمل جرافيك ديزايننج، وحد يعمل ترانسليشن للعربي، وحد يعمل فويس اوفر، وحد يعمل مونتاج لفيديوهات، وحد يعمل ويب كودينج، ويب اديتنج، او حتى حد يكلم الاي اي ويقول له اللي انت بتقوله ده صح ولا غلط، ويعمل برومبتس. بالظبط. كل دي وظائف بقيت تقدري تبقي قاعده في مصر وتشتغليها في امريكا او في بلجيكا او في الصين. صح. فبالتالي ال 7000 وظيفه اللي في مصر دول مش هم دول التارجت بتاعك. التارجت بتاعك لما تختار ريموت. ولما تختار ريموت هتكتشف ان العالم فيه فوق 1,000,000 الوظيفه الريموت كل يوم. صح. كل يوم كده هتخش تبص هتلاقي العدد ده. ولو دخلت تتابع الشركات هتلاقيها كل يوم. على فكره لينكد ان بريميوم مثلا بيوريك الشركات بتكبر ولا بتصغر في عدد الموظفين. حلو قوي. كل الشركات الكبيره في مصر بتزيد كل شهر عن الشهر اللي قبله كعدد موظفين. يعني عدد اللي بيتعين قصاد عدد اللي بيترفد، لو هو حد بيترفد او بيمشي او بيغير شركته، اكبر. اللي بيتعين اكتر. فبالتالي الشركات دايما جروينج. طب حلو. جايز يكون الجروث بتاعها مش بنفس عدد الناس اللي بتدور على شغل، ممكن. بس هم struggling، بيعانوا علشان يعينوا الناس اللي هم بيدوروا عليهم. مع ان الماركت كبير وفي جوب سيكرز كتير. فبالتالي محتاج بس اعرف ايه اللي ناقصني عشان اروح هناك. صح. اشتغل بقى مع كارير كوتش، اخش اسمع بودكاست اونلاين، اظبط السي في بتاعي، اظبط السي في بتاعي، اروح اعمل لينكد ان بروفايل، اتابع شويه انفلونسرز من اللي بينزلوا وظايف، من اللي بينزلوا ارتكلز تساعدني اطور من نفسي. كلها خطوات ممكن تساعدني احسن بكتير من ان انا سبند ماي تايم في السوشيال ميديا من غير ما اعمل اي حاجه. صح. وبعد اخر اليوم كده قبل ما انام اروح اعمل لي بوست جميل اقول فيه يا جماعه البلد ما فيهاش شغل وانا محبط وانا صح. طب اوكي، احنا مشينا في حته لو حد اترفض في انترفيو. طيب لو حد اتقبل وعايز ان هو يتدرج في الترقيه في الشغل بتاعه، ايه الحاجات اللي محتاج يعرفها؟ اتقبلت، مبروك الاول. ايوه. ليتس سيلبريت بقى. اول صح. خطوه افرح. صح. افرح بقى، احنا مش التاني تخش كان الشغل. محبط. ما تخشش مكتئب وتقول انا بقى مضغوط ومسحوق. فاول خطوه افرح. تاني خطوه ما تلتزمش بحاجه مش هتعرف تعملها. انت لسه جديد. حلوه دي. انت لسه جديد، هيترمي لك حاجات كتير. اتعلم امتى تقول لا. اتعلم دي مش هعرف اعملها او دي لسه هتعلمها. وفي نفس الوقت اعرف انك قدامك تايمر كده. عادة هيتقبلوا منك اي حاجة في اول شهر او في اول شهرين او بكتير قوي في اول 3 شهور. بس لو قلت لك نفس المعلومة في ال3 شهور دول 5 مرات في مشكلة. لو شاورت لك على نفس الغلطة 5 مرات في مشكلة. لو اديتك نفس النصيحة 2-3 في مشكلة. ده نفس الحاجة بتتكرر يبقى في مشكلة. اشتغل عليها بسرعة، ما تستنيش.
فكر في الوظيفه بتاعتك مين الستيك هولدرز اللي هتتعامل معاهم. انا مثلا موظف في الحسابات، فبتعامل مع الناس بتوع السيلز، بتعامل مع الناس بتوع الاداره، بتعامل مع مديري، بتعامل مع زمايلي. فكر فيهم، حاول تفهم منهم هو ايه اللي انتوا متوقعينه مني وايه اللي انا متوقعه منكم. روح لمديرك بشكل واضح وقول له انا عايز خلال 3 شهور الجايين اكون احسن موظف هنا. ايه اللي انت متوقعه مني؟ انت شايف انا المفروض اعمل ايه؟ تعرف مديرك عايزك تعمل ايه. هيقول لك تعالى كل يوم 9 الصبح، يبقى هتيجي الساعه كام؟ 9 الصبح مش 10. لو بتيجي كل يوم 10 هيحصل ايه؟ مش هيبقى لذيذ. هتبقى وحش، مش هتبقى احسن موظف. هيقول لك مثلا انا اهم حاجه عندي الالتزام، انك تسلم الحاجه في ميعادها. يبقى انا عرفت ان الراجل ده اهم حاجه بالنسبه له التايم مانجمنت. ولما هسال زمايلي برضه هيقولوا لي خد بالك الشركه هنا نظامها 1 2 3. اهم حاجه عندهم الالتزام بالمواعيد. يبقى انا عرفت كده ان الشركه دي اهم حاجه فيها ان انا التزم بمواعيدي فعلى الاقل على الاقل ده كويك وين اقدر احققه. من اول يوم انا في الشركه انا هلتزم بمواعيدي. صح. وفي نفس الوقت انا هتعلم بقى، هروح لزمايلي، هروح لمديري، هقول لهم بقى ايه عشان انا طلبت منكم اللي انتوا عايزينه. انا بقى عايز حاجات، انا عايز ايه، انا عايز اتعلم، انا عايز اعرف اعمل دي ازاي، انا عايز اعرف اعمل دي ازاي. مش الفكره انك تتدخل في حاجات مش بتاعتك. الفكره انك تتعلم الحته بتاعتك. تتعلم الحته بتاعتك. انتوا بتعملوا دي ازاي؟ حتى لو انا بعرف اعمل، انتوا بتعملوا دي ازاي؟ وبعد ما تتعلمها لو حسيت انك لسه في عندك مساحه، يبقى الشخص اللي نلجأ له هنا مديرك، وتقول له انا حاسس ان انا اقدر اعمل اكتر من ده. ايه تاني اقدر اخده في البليت بتاعتي؟ خلال ال3 شهور الاولانيين it will be bumpy، هيبقى في مطبات، وهتحس انك في ايام كده مش ايه ده، انا كنت فاكرها كده بس هي طلعت كده. وزي ما اتفقنا بقى الناس هتتقبل شهر او 2 او بكتير قوي 3. في اول 3 شهور مش مشكله لما تقابل مطب. مشكله لما تقابل مطب وما تتعلمش منه حاجه. ما تتعلمش انت غلطت في ايه او ايه المشكله اللي حصلت او مين عمل ايه. والمطب ده ممكن احيانا يكون بارادتك او بسببك، ممكن احيانا يكون خارج عن ارادتك تماما، بسبب شخص تاني خالص، بسبب عميل، بسبب زميل، بسبب شخص من اداره تانية. مش مشكله، تقبل الموضوع وحاول تشوف ايه اللي انت اتعلمته من ده. لو عملت حاجتين دول يعني انت كده اتحطيت في الطريق انك انت بالنسبه للشركه اللي انت شغال فيها بتحقق لهم اللي متوقعينه منك، وبتتعلم مجالك كويس، وبتتعلم دورك كويس، وبتكبر فيه. وكمان لما تحس ان في مساحه بتقول لهم عشان تكبر اكتر. كده انت في الطريق عشان تنجح. حلو قوي. طيب انت من خلال خبرتك خلال السنين ايه اكتر دروس ممكن ترفلكت عليها او تبص عليها تقول لا اتعلمت من دول قوي، مثلا الناس محتاجه او الشباب محتاجين يتعلموا منها؟ بصي انا يعني اتعلمت الدرس ده متاخر جدا، بس انت كوتش فهتفهمي اللي انا هقوله. اوكي. I visualized my mission، عملت لها articulation، عرفت اوصل انا بعمل ايه، بعمله ليه. 2013 كنت بنظم حدث توظيف كبير جدا، كان فيه يمكن 50 شركه 60 شركه، في 5000 وظيفه. وفي اخر الايفنت كده لقيت ان الناس الفيدباك بتاع الشركات كلهم مبسوطين جدا. الحمد لله الحمد لله. عجبكم المكان جدا، عجبكم التايم مانجمنت ممتاز، عجبكم تيم التنظيم حلو جدا، عجبكم عدد الناس الحضور، شغلتوا حد؟ لا. اتخضيت، ايه ده ايه ده ازاي ازاي في اكتر من 1000 وظيفه، معقوله ما شغلتوش حد؟ اوكي. فرحت اسال اصدقائي منهم، اوكي. ناقشت مع حد واثنين وثلاثه، واكتشفت الحاجات اللي بقولها لك دي هي المشكله. حد بيدخل لابس هودي وبنطلون مقطع وداخل عايز يقدم على شغل، حد بيدخل يهزر عندكم هدايا النهارده، حد بيدخل يعاكس، او ماي جاد، حد بيدخل ماسك السيجاره، حد بيدخل يرمي السي في وهو خايف ومتوتر ومكسوف، حد السي في بتاعه وحش بس قدم بيه، حد اتكسف اصلا يتكلم فما قدمش. فبالتالي قليلين جدا 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 اللي اتقبلوا. الحاجه التانية اللي اكتشفتها ان هم عندهم بروسس طويله مش قصيره. البروسس عمرها يعني مفيش حد هيشتغل في ساعتها. فعشان كده هم قالوا لي احنا ما نقدرش نقول لك مين يشتغل. في ناس شورت ليستد، في ناس شورت ليستد كويس، بس لو في 5000 حضروا اللي شورت ليستد 200 300. اللي شورت ليستد 200 300. ال 200 300 دول احنا لسه بقى هندخلهم في البايب لاين، نشوف معاهم اللي جم اونلاين من الايميل، واللي جم من على فيسبوك، واللي جم من على لينكد ان، واللي قدموا على، ونبدا نجمعهم ونشوف احسن 5، عشان احنا تاني عايزين نعين احسن 5 من اصل 1000. صح صح. فذيرفور ما نقدرش نقول لك يا احمد ان احنا شغلنا ناس. دي كانت اجابه مسؤولين توظيف من شركات كبيره جدا.
من ساعتها وانا بعدها على طول بدات اتطوع في انشطه طلابيه، اروح مع طلبه يعني اديهم ازاي يعملوا الحاجات دي ويعالجوها. بعد كده بدات اشتغل معاهم على سكيل اكبر، نعمل بروجرامز اطول. بعد كده بدات اعمل انيشيتيفز زي ان انا اقعد اراجع السيفيز للناس فور فري واشوف يا جماعه تعالوا نراجع، واجمع اتش ار وكده. وبعدها بفتره خدت كوتشنج، وبعدها بفتره خدت تريننج، وبعدها بفتره بقيت بقدم خدمات، وبعدها بفتره عملت شركه بتقدم خدمات في المجال ده. وبعدين اكتشفت انه انا دايما على مدار السنين كانت الحاجه اللي هنا بقرب لها. بس كان بيجي لي واحد صاحبي يقول لي تعالى نفتح كافيه، أه حد يقول لي ايه رايك نعمل انيشيتيف، نروح ناكل الناس اللي في المحافظات. الاهداف دي محترمه جدا، بس ما كنتش بقى موتيفيتد، ما اعرفش. بس ما فهمتش ده غير متاخر، انه في درايف، في حاجه جوايا بتحركني. الحاجه اللي جوايا دي يمكن انا عندي كاحمد ارتكيليشن بيقول انا بساعد الناس تشتغل. طول ما انا حاسس ده بديله 110% طاقه. لو انا حسيت ان انا بعمله ده ما بيساعدش الناس تحقق الهدف ده، بحس ان انا قلت البيت كده اوف، مش الطاقة. طاقتي مش في احسن حالاتها. ناس كتير النهارده، شباب صغير وشباب كبير وخبرات كبيره، بيتحرك في الهامستر ويل، بيتحرك في عجله لف حول نفسه. ويلف حوالين نفسه، وبيبقى جواه سؤال وهو بيحاول يكتمه. السؤال بيقول انا بعمل ايه، واللي بعمله ده بعمله ليه. إجابة السؤال ده ممكن تغير كون بالنسبة للناس، ممكن تخلي العالم مختلف، ممكن تخلي حد يعني ببساطة عامل نظافة which is a famous story، عامل نظافة في ناسا، تروح تقول له انت بتعمل ايه هنا، يقولك انا بساعد الناس تطلع القمر، بس هو عامل نظافة. وتخلي حد تاني صاحب اكبر شركة كذا يقول لك انا بعمل فلوس، ما بقاش عارف انا بعمل ايه. مفيش عمق للحاجة اللي بتخليه يتحرك. فالكونكشن دي جايه من لايف ميشن. ربنا خلقنا كده الرسالات مختلفه عشان نعبر عن الكون، بس الرسالات دي ليها اشكال مختلفه. صح. فانك تكتشف ده مهمه صعبه جدا، مش سهله، بس لما تكتشفه بيفرق معاك 180 درجه، تلاقي نفسك في حته تانية خالص. بيخليك تعرف تقول لا للحاجات اللي مش ماتشنج اللي انت بتدور عليها، وبيخليك تدور على الحاجات اللي انت ماتشنج، وبيخليك تبذل مجهود اكتر، وبيخليك ترتب المجهود بتاعك في الحته الصح. فبالتالي تعرف تحقق اهداف كبيره فيه. يمكن ده درس كبير جدا يعني اتعلمته في اخر 3 سنين كده من حياتي، اللي هو ايه، وانا ببص للي ورا كله حسيت انه، ولسه طبعا احنا لسه بنتعلم، طبعا. ولسه جايز اللي انا اتعلمته ده يطلع فيه حاجه متطوره اكتر منه في دماغي يعني. او حد يجي يقول لي احمد على فكره اللي انت قلته ده بالظبط ناقصه الحته دي، فانا هتعلمها مش مشكله، وهكذا. ف we live on missions. احنا عندنا كل واحد عنده رسالة. مهمه، عنده غايه، عنده رساله. لو ما كانش بيلبيها الشخص ده يكتشفها عشان يلبيها، هيبقى بينجرف في رسائل الآخرين. صح. موظف بيقبض مرتب كويس جدا وشغال في شركة كويسة جدا، بس مش عارف هو بيعمل ايه هنا. ومن الرسالة دي بيطلع الناس اللي بتتطوع، ممكن يكون مرتبه كويس جدا وشغال في شركة كبيرة جدا ومش فاضي، مشغول جدا، بس تلاقيه بيتطوع ويروح ينظف مية النيل. هو انت فاضي؟ لا، بس هو حاسس ان في حاجة ناقصة، حاسس ان في حاجه ناقصه لسه. فعمال يدور، فمره يتطوع، ومره يروح يدرس في مدرسه، ومره او يروح يشتغل فريلانسنج او واتس. وناس تانية ممكن يكون ساب كل ده وقرر ان انا رسالتي ان انا اخلق حاجه جديده في مجال معين زي الفن مثلا، فساب كل حاجه وقاعد بيرسم، ما بياخدش فلوس، بس قاعد بيرسم ومبسوط وراضي وحاسس ان هو كده في احسن مكان ليه في الحياه. دي محتاجين، محدش بيعلمها لنا، محدش بيقولها لنا، للأسف. محدش بيقولها لنا. والميديا كمان، الإعلام سواء السوشيال ميديا أو الإعلام بشكل عام بيملى رؤوس الناس بسبيسيفيك شكل أو شكل معين للنجاح. خده هو ده شكل معين للنجاح وشكل معين للكومباريزن، للمقارنه. بنقارن الناس ببعضها، أكيد. فايه ده اترقى قبلي، يبقى أكيد أنا عايز ده برضو. مش شرط. بص ده هناك جاب عربيه وانا ما جبتش عربيه، يبقى هو بيقبض اكتر مني، فانا عايز اقبض اكتر، فانا عايز اسيب شركتي. اربطيها بس بالمواضيع اللي اتكلمنا فيها، هتلاقي الامباكت بتاعها فظيع جدا. صح. مش حاجه سهله. صح. مش حاجه سهله. طب ايه الحاجة اللي خلتك تكتشف بقى الرسالة الداخلية دي، اللي هو اها مومنت كده؟ يمكن الاها مومنت بتاعتي كانت حد بيسالني سؤال، بيقول لي معلش انا اوكي عايز كل اللي انت بتقوله ده، وعجبني اللي انت قلته، وعجبني كل حاجه، كنا في ايفنت بنتكلم في جامعه،
بس ليه يعني انت ليه هنا النهارده؟ اوه. عرفت انا سالتك السؤال ده في البدايه قبل ما نبدا الحلقه. ايوه سالتك يا السؤال ده، نهار قلت لك ابيض. انت بتعملي ايه النهارده، ليه هنا، او ايه اللي انت عايزه تعمليه. ايوه. قلت له جاي عشان اعمل كذا. بعد كده بقيت الطريق وانا مروح، مشوار طويل. انا هنا بعمل ايه؟ لا قعدت اسال نفسي اه. انا ليه هنا النهارده. انا مثلا لو محتاج اجيب فلوس كنت هبقى في حته تانية بتعمل فلوس اكتر. لو مثلا محتاج عدد ناس يشوفني كنت هبقى في حته تانية فيها عدد ناس اكبر. فليه هنا، ليه مش في حته تانية، ليه مش بعمل حاجه تانية. فقعدت كده يوم، وبعد كده في اكتيفيتي كده بحب اعمله اسمه كهف الذات. اوكي. حلو اسمه بقى، عجبني. كهف الذات كوتشنج اكتيفيتي. بخطف نفسي يوم بقعد في حته جديده ما قعدتش فيها قبل كده خالص. اوكي. يفضل يكون فيها اكل او شرب او حاجه عشان لو ما جوعت نموتش يعني. مش هموت من الجوع يعني. فانا عاده بختار منطقه، مثلا انا ساكن في الهرم، بروح رايح راكب العربيه طالع مصر الجديده، اوكي. واختار كافيه عمري ما قعدت فيه قبل كده، اوكي. واخش اقعد وانا ما اعرفش حد هناك، معايا ورق وقلم، واطلب حاجه اشربها عشان اعرف اركز، واقعد افضي كل اللي في دماغي وكل اللي جوايا وكل اللي انا بعمله وكل اللي انا عايزه، وبعد كده اقعد احاول ارتبه زي البازل كده. احنا بازل بيسز، حرفيا. جوانا بازل بيسز. فده راكب مع ده، ايه ده، دول ماتشنج بعض، ايه ده، دي بتسبورت دي. فقعدت كده عملت الاكسرسايز ده مع نفسي، وقعدت اكتب كده الحاجات اللي انا عملتها والحاجات اللي ما عملتهاش، الحاجات اللي عملتها والحاجات اللي ما عملتهاش. وبعد شويه لقيت نفسي راصص الورق في شكل دايره. فانا بعمل حاجات على لينكد ان وبنشر وظايف وبقول للناس، انا بكتب سي فيز، انا بقول سيشنز وتوكس عن ازاي تعمل بيرسونال براندنج. انا متطوع في حاجه بتساعد الناس الكوتشز يبقوا اقوى. انا بحب اروح جامعات كتير، بحب اتعامل مع الشباب وهم لسه، بحب انصح الناس، كلهم كده يعني. شفتهم بشكل دايره في نصها كلمه انا بساعد الناس تشتغل. فكتبت كده في ورقه وحطيتها في النص، وقعدت احاول اشوف اللي انا اكتشفته ده صح. لقيت كل الحاجات اللي انا بعملها وبعملها هنا معناها ان انا مكملها، لان في حاجات بتبدا هي سبارك كده وبتختفي. ما كانتش هي. ما كانتش هي. لقيت كل الحاجات اللي انا بعملها بتدور حوالين الجمله دي. ومن هنا يمكن ما تعرفيش ده يعني توفيق ربنا ولا ايه اللي بيحصل، بلاقي نفسي دايما بتكعبل في حاجات بتوديني للرساله دي. النهارده انا جاي البودكاست قبلك واحنا مش عارفين هنتكلم عن ايه حرفيا. كان ممكن كل كلامنا يبقى عن الكوتشنج وموجه للكوتشز، كان ممكن كل كلامنا يبقى عن اللينكد ان مثلا، بس انت قلت طب هو الناس عايزه تشتغل ازاي والسي في ازاي. فاكيد انا عملت حاجات خلت السب كونشس بتاعك يطلع المعلومه دي، معرفش، او توفيق ربنا الكون. الكون I طلع. absolutely believe على فكرة يس الحاجات دي. يس 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 يعني يس فبالتالي فجأة بتلاقي الحاجات بتترتب حوالين النقطة دي. الرسالة بتاعتك. وده بياخد وقت لحد ما توصلي له، بس لو So when وصلتي you له do, صدقيني بيفرق heaven. 180 درجة. ثانك يو سو ماتش. شكرا ليك جدا يا استاذ احمد، بجد الكونفرسيشن كلها والمناقشه كلها كانت فروتفul جدا، جميله، وانا استمتعت بيها جدا، متاكده برضو ان كل الجمهور هيستمتع بيها. شكرا جدا ليكي انت على استضافتي، ويا رب كل الجمهور يكون استفاد. شكرا ليك. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعنا، اتمنى كانت تكون مفيده لكم. لو عايزين تتابعوا كل جديد ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. باي باي.